بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. متابعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تحضير لمباراة التعليم مع الأستاذ أمين صدقي. في هذه الحلقة إن شاء الله سأحاول أن أشارك معكم ملخص بسيط لديداكتيك اللغة الفرنسية، حيث في هذه الحلقة إن شاء الله سأشارككم أغلب الأسئلة التي تطرح دائما في ديداكتيك اللغة الفرنسية وطريقة الإجابة عنها بكل سهولة. أجوبة جاهزة، كل ما عليكم هو حفظ هذه الأجوبة ووضعها يوم الامتحان، وإن شاء الله ستتمكنون من ديداكتيك اللغة الفرنسية بكل سهولة. إذا كي لا أطيل عليكم، نمر مباشرة لديداكتيك اللغة الفرنسية، وبداية بأهم الأسئلة التي تطرح دائما في ديداكتيك اللغة الفرنسية في مباراة التعليم. أول سؤال يطرح هو تحديد المستوى الدراسي، mentionner le niveau scolaire. السؤال الثاني هو تحديد الأهداف التعلمية، يعني les objectifs d'apprentissage. السؤال الثالث هو تحديد الوسائل الديداكتيكية، يعني support ولا matériel didactique. السؤال الرابع هو المطلوب منكم هو تحديد مراحل تقديم الدرس، يعني les étapes méthodologiques à suivre. السؤال الخامس تحديد طبيعة العمل، يعني les formes de travail ولا les modalités de travail. والسؤال السادس والأخير يعني تحديد صعوبات التعلم، les difficultés d'apprentissage. هذه الأسئلة الست سأشارك معكم طريقة الإجابة عنها بكل سهولة. كما قلت، أجوبة جاهزة، كل ما عليكم حفظها للتمكن من ديداكتيك مادة اللغة الفرنسية. إذا كما نعلم في مباراة التعليم كيعطيونا نص ومجموعة من الأسئلة. السؤال الأول مثلا mentionner le niveau scolaire، المطلوب منا هو تحديد المستوى الدراسي، سواء كان المستوى الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا السادس ابتدائي. نمر مباشرة للسؤال الثاني. المطلوب منا في هذا السؤال هو تحديد الأهداف التعلمية، les objectifs d'apprentissage. ففي هذه الحلقة إن شاء الله سأشارككم مجموعة من الأهداف التعلمية اللي ممكن تستعملها في أي نص كيفما كان. أول هدف تعلمي هو lire un texte informatif ولا narratif ولا descriptif على حسب النص اللي عطاك في المباراة. فإن كان النص حكائي كنكتبوا lire un texte narratif، وإن كان يتحدث مثلا عن ظاهرة أو يقدم معلومات عن أي شيء نقوم بكتابة lire un texte informatif. وإن كان مثلا هذا النص يصف شخصا مثلا نقوم بكتابة lire un texte descriptif إلى غير ذلك. الهدف التعلمي الثاني هو repérer des informations précises dans un texte، يعني استخراج معلومات دقيقة من هذا النص. الهدف التعلمي الثالث هو comprendre le sens du texte، يعني فهم النص. والهدف التعلمي الرابع مثلا هو lire le texte d'une manière expressive إلى غير ذلك، يعني قراءة النص بطريقة معبرة. فالمطلوب منكم مثلا في مباراة التعليم هو تحديد هدفين تعلمين فقط، إذا يمكنك اختيار هدفين تعلمين من بين هذه الأهداف. السؤال الثالث هو تحديد الوسائل الديداكتيكية، يعني لو سوبور ولا لو ماتيريال ديداكتيك. فهناك مجموعة من الوسائل الديداكتيكية اللي ممكن نستعملوها، من بينها ليفغي دو ليليف، يعني كتاب المتعلم، لي زارتواز يعني الألواح، داتا شو يعني المسلات، لي زيماج ولا لي زيلوستراسيون يعني الصويرات، ديكسيونير إلى غير ذلك. السؤال الرابع المطلوب منا هو تحديد مراحل تقديم لا ليكتور، مثلا لي زيتاب ميثودولوجيك ا سويفغ. فهناك 4 مراحل. المرحلة الأولى هي اوبسيرفاسيون ديكوفيرت. في هذه المرحلة يتم وضع أسئلة حول ملاحظة النص وملاحظة الصورة. فمثلا في السؤال الأول نطلب من المتعلمين ملاحظة الصورة والتعبير عنها. سؤال آخر مثلا تحديد عنوان النص. سؤال آخر تحديد كاتب النص إلى غير ذلك. المرحلة الثانية كومبريونسيون يعني الفهم. في هذه المرحلة نضع مثلا أسئلة حول فهم النص
يعني أسئلة إجابتها موجودة في ذلك النص. المرحلة الثالثة أبليكاسيون ترانسفير. في هذه المرحلة مثلا ممكن نوضع أسئلة متعلقة باللغة، مثلا كاستخراج جملة تعجبية أو استفهامية من النص، ولا استخراج دائرة معينة من النص. ثم المرحلة الرابعة إيفاليوسيون. نمر مباشرة للسؤال الخامس، والمطلوب منا هو تحديد طبيعة العمل، يعني لي فورم دو ترافاي ولا لي موداليتي دو ترافاي. فمثلا يمكننا العمل بشكل جماعي أو في مجموعات، يعني ترافاي كوليكتيف ولا ترافاي اون جروب. ممكن العمل بشكل فردي ترافاي انديفيدويل، وممكن نخدمو ترافاي كوليكتيف اي انديفيدويل في نفس الوقت. بالنسبة للسؤال السادس والأخير، تحديد صعوبات التعلم، لي ديفيكولتي دابرونتيساج. في هذا السؤال مثلا هناك مجموعة من الصعوبات يمكن تقسيمها إلى 3 أنواع. النوع الأول هي صعوبات متعلقة بالصوت، يعني صعوبات صوتية، لي ديفيكولتي فونيتيك، مثلا كديفيكولتي à prononcer certains mots du texte، يعني مثلا صعوبات نطق مجموعة من الكلمات الموجودة في هذا النص. النوع الثاني يعني ديفيكولتي سانتاكسيك، يعني صعوبات متعلقة بالنحو، صعوبات نحوية، بحالاش مثل مثلا ديفيكولتي à comprendre le sujet du texte، يعني صعوبة فهم موضوع النص، ولا ديفيكولتي ديدونتيفيي لو سونس دو شاك باراغراف، يعني صعوبة تحديد فكرة كل فقرة في هذا النص، إلى غير ذلك من الصعوبات. النوع الثالث يعني صعوبات متعلقة بالمعجم، لو شون ليكسيكال ولا ديفيكولتي ليكسيكال، بحالاش مثل ديفيكولتي دو كونيتر لو سونس دو سيغتان مو دو تكست، يعني صعوبة معرفة معنى بعض الكلمات في النص، أو difficulté d'identifier le champ lexical du titre إلى غير ذلك. إذا إلى هنا نصل إلى نهاية حلقة اليوم. أرجو أن تكونوا قد وجدتم بعض الاستفادة في هذا الفيديو، وأضرب لكم موعدا مع حلقات قادمة من سلسلة التحضير لمباراة التعليم مع الأستاذ أمين صدقي. إلى حلقة جديدة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.